هؤلاء من العمياء فضحوا بلا داخل القرية، لكن والله ما فات لهم. يا أخ القاسم يا عاد تعبنا، ابصروا لنا حل، تعبنا اتعبونا بالقرية وبالمدينة وبكل زوة. مالا مو نعمل لهم من حل، مو عاد نعمل لهم منها، خربوا لي الزواج كله، مو عاد نسوي لهم. ما نعرف، خارجنا منهم انت العدل، خارجنا الله يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ حياك الله أستاذ شرف. خير يا جماعة، ليش الصمول بيديكم؟ ما لكم هكذا ضابحين؟ العمياء يا أستاذ شرف، لكن والله ما فات لهم. يا جماعة الخير يا جماعة الخير، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. وبعدين هذول عميان ومساكين، وأنا داري ما قصدهمش فتنة أبدا. مساكين ايش؟ هوذا سكاكين مش مساكين. هذول العمياء يا أستاذ قولعوا القرية شرار، خلوا القرية شرار ونار، ما مش بيت بالقرية لو خربوا، ومنهم بيتي أنا. يا أستاذ شرف أنت لو قلتقصت منهم لتدري بأفعالهم، لازم ما يأخذوا جزاهم. فسدوا داخل القرية وعصدوا الدنيا عصي. وينهم والله ما رحلوا، والله ما رحلوا. الموضوع شكله حامي. مساكين سعيد ومسعود. مسعود انت مريت الضارة. شكله صوت الدكتور والدكتورة. صوت الدكتور والدكتورة شكلها مسرق. سعيد، مسعود، كيف حالكم؟ واللي فعل اذبحوه. ماذا بسرعة قبل ما يهرب عليك. مو يهرب. التلفزيون. ما يهربش ولا قدمنا رابطوه. هيا اسمع يا موسى، ها؟ أبصرك أمس كيف فعلون العمياء. عميان. عميان مو والله ما عميان الا احنا، ولا قلدك الله كل احنا اصحاب القريه ما قدرناش نشبطهم ولا نمسكهم. أنا كلمت الفندم وقال هذول العميان ما لهم جلسة بالقرية، لكن مو نفعل، صدق المسكنة حقهم. هذا الحين قوجبت يا حمود. أمانة نحن نرجعهم الحزر يرتبطوا هناك، أمانة ما يرجعوا قرية. تمام. اسمع، ها؟ أزودك أمس غلق فيه ورجعك بالتلفون. تلفون؟ هذا الحين خارب. التلفون دحين هذا خارب. أيوه. اعرف بيض وجه. عرفت المهندس الصيني حط لي وحجه؟ أوحجه أحسن منه. والله. الله المستعان. معك المهندس أحمد موسى. تلفونات، تلفزيونات، داشات، غسالات، ثلاجات، سياكل، كهرباء، سباكة، كل حاجة. أنف وإذن وحنجرة. مو حتى بنشرع معاك. إن شاء الله نفتح فرع ثاني. اسمع، ها، دحين أنا ما تروحش من ليلة أمس. تروح. خلاني تروح البيت، الله أعلم كيف تفحلني فطابط. تروح وعرف تلفون بيض وجه. ها، العربون.
سهلا تصلحي وانا الدو. الله معك. موسى اه انا تعبان. ايه وعادك تقول لي عميان. فطافت. الله يقول لك عميان، امانه انهم يدخلوا الحزر وما عايزين يخرجوا. أنا أشتي أعرف كيف دخلتوا العيادة وهي مقفلة. واحنا مدرينا كنا هاربين من المضرب حق الزواجية ما درينا احنا عندك. قد أصحاب القرية متحلفين بكم. لما يتحلفوا بنا واحنا ما عملنا، والله ما عملنا حاجه. كله بسبب الخبيث حقكم، فضحكوا أصحاب القرية على واحد. يو احنا نتجابر أنا وأخي سعيد وأنا مدريني. ايوه من سمعونا اكيد انهم يتجسسون علينا ولا معاهم جواسيس بعدنا. لا معهم جن شكله. لا ما كانوا يتجسسوا، بس البوصة علق الميك الهوائي برقبتك يا مسؤول. كيف؟ انتم لازم تخرجوا من العيادة الآن ولا تسببوا لنا مشاكل. حاضر يا بنتي ولا يهمك، احنا نخرج ولا يهمك. إنما احنا نشتي نهرب لكن مش قادرين نولي. أنا عندي الحل. تقعدوا العميان يرجعوا هم عميان. لا كيف اختفوا؟ ارجلهم ولا بقرع راسها، كيف ضاعوا ما يشتهي. لكن سهل والله ما اخبئ لهم الا احنا. الله هكذا يا عمي، هكذا أنا مدريني. أنا ما قال لي أجازة لي واحد أحمي. ولا ما أنت مستضيف يا ولك الجيل. رع الله لا جبر أخر طرح فوقي طرحة لا أول ولا آخر يا الله. ملأنا لي اقول لك مش هكذا يا عمي. انقحنا تقول الحين. احنا شكلنا قحنا خارج القريه. ايوه انا قال اشم الريحه قهي نظيفه ما عاد احنا داخل القريه. الحمد لله لقد نجونا من القوم المضاربين. خرج العصا حقك لانه ما نقدر نتحرك الا بهنا السط. الله يكفينا طح وسهل. انقحنا تقول قحنا بالطريقة العليا حق القرية. ايوه نطلع من القريه العليا نهرب لما تخف المشاكل. ان شاء الله نحن نولي تقول. نطلع لنا عند صاحبنا هذاك عبد القوي، نجلس لنا عنده يومين 3 4 5 اسبوع نص شهر 3 سنين عادي. اهم شيء تنتهي المشاكل ورجعنا قريتنا وبيتنا. ان انت متاكد انه ما حدا عيب صرنا؟ ما حدا عيب صرنا واحنا هكذا. هي على بركه الله. يلا بسم الله. ايوه يا قاسم الله يعز، بتخبى مني والله لو تخبى بس تخص حق حلش. مش الا البيس حق امي. ايوه البيس حق امي. مو بطني لك انا اموت مني. البيس قيمة البيت الذي بعكم المدينة. ايوه انت منو بعد؟ انت تنكرني بيت امي بالمدينة وشلك البيس كله وانا ساكت. اللي باع البيت المستشفى. والمستشفى مولى. مو انت كنت صغير وقاصر ما تدري بشيء. اسمع لن تتاكد من الحساب روح المستشفى وابصر كم باقي لهم ومدري تقدر توفاهم بقيمة البقرة حق سعيد ومسعود اللي يربطوك هناك. ها البقرة حق سعيد ومسعود. طالما يا خال قاسم قابلنا سعيد ومسعود انت اخبر اعمل ما عملك. انت دارين انا عزاك. هذا احنا نخبر. ايوه وانت اخبل وانا اخبر. هكذا يا عمي. انا بعدك ليجزع وانت تجزع بعدي. اعمي يقود اعمي والضاحة.